السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله اليوم تكونون بخير. طبعا اليوم المقطع راح يكون مهم جدا حرفيا بقناتي. اليوم راح نتحدث ليش الناس فجأة انقلبوا على مشاهير دبي. وطبعا اللي مو فاهم السالفة اصلا شلون انشهرت واصلا هي شنو السالفة. طبعا انتم مثل ما تعرفون مشاهير دبي، يعني هواي مشاهير موجودين بدبي، لان تعرفون يعني انه دبي يعني اكثر مكان يعني متواجد بالمشاهير. بس شنو السبب اللي خلى المشاهير اللي خصوصا بدبي يتعرضون للتهجم؟ فطبعا مثل ما قلت لكم الموضوع بلش من منشور تيك توك او منشور ما اعرف من التطبيق تحديدا لشخص مجهول ناشر انه احنا لازم نوقف دعم لهذول المشاهير، لان حرفيا مقاطعهم صارت ما لها دخل لا بالاسلام وصارين تافهين، يعني هذا هم كلامهم يعني. ومقاطعهم يعني جدا صارت يعني التعري خصوصا للبنات صار كلش مبالغ، والاعراس وحرفيا يعني كلش منهم صاير مبالغ، خصوصا ان هم ما منطين اي بال عن القضية اللي صايرة بغزة، ولا ناشرين اي منشور ولا حتى يظهرون دعم. وفوق كل هذا ينشرون لشركات مقاطعة ويروجون إلها، ولا يجيبون طاري مقاطعة المنتجات نهائيا، بل هم اصلا ينشرون شركات مقاطعة ولا يهتمون للوضع نهائيا. ومو بس يعني قضية فلسطين، اصلا كل القضايا اصلا هم متجاهلينها. فالسالفة يعني هي كانت بالبداية ما انشهرت يعني حيل، بس من بعد ما شيروا اعتقد تعرفونه اخو نارين بيوتي وذول الجماعة، المهم فقال انه بمقطع انه على اساس هو ما يهتم للهجوم اللي يجي، وهم على اساس عايشين احلى حياة وما يهتمون يعني ايش قد ما تهجموا عليهم. فطبعا من بعد هذا المقطع صار الهجوم حرفيا اضعاف من بعد هذا المقطع اللي هو نشره. الناس حرفيا تعصبت من حركات يعني حركاتهم كلهم، وحرفيا نقصوا يعني نقص يعني رهيب. حرفيا هذا النقص نص مليون، وذاك اللي نقص بال200,000 و300,000 طبعا. يعني حرفيا سبحان الله الموضوع فجأة صار. وطبعا بصراحة يعني المحتوى اللي قاعدين ينشرونه كلش تافه بما معنى الكلمة، ومو تافه يعني بشكل مضحك او مثلا مقاطع فاني ومضحكة وهيج، لا، يعني صار يعني حتى شربوا لكم اياها وصل لدرجة كلش مبالغة، خصوصا باوقات غلط. يعني ينشرون باوقات غلط، مثلا حتى قضية فلسطين على الاقل قضية فلسطين حتى ما ناشرينها ولا حاكين عنها شيء، ولا اي قضيه عربيه، لانه ما حتى مو بس فلسطين يعني بشكل عام. وايضا مثل ما قلت لكم نشرهم للمنتجات المقاطعه ولا مهتمين بشيء اسمه قضيه اصلا. ولما نحكي ونقول لهم ما يهتمون ويتكبرون، على الرغم انه هم متابعين، هم اللي صعدوهم اصلا، وبدونهم هم اصلا ما يسوون شعره. فالمهم طبعا مثل ما قلت لكم مو بس هذا، ايضا حتى غيث مروان اللي اعتقد تعرفونه انتو، ناشر يعني انتشر الى فويس بالجديد انه على اساس يستهزأ بالقضيه الفلسطينيه، يعني فويس ما اعتقد بها تطبيق بالضبط. فهو حاول يعني شوف لكم اياها يغلس على الموضوع على اساس انه هو ما حاكيها وما يقصد وما ادري شنو. فقلت لكم كلها كذب وكذب، ايضا كلها تصنع وكذب. يا حرب في ناس وناس ضايعة وانتو بشو العالم. اختي بس دراما هلكتينا بس والله. وايضا اسامه مروه اللي كان عنده ناشر مقطع لدعم دوريتوز اللي اكبر شركه مقاطعه يعني خصوصا. فقلت لكم هذول ما لهم اي علاقه بالاسلام ولا هم يحزنون، انا ما جاي يعني اقيس اسلامهم، ولكن من مقاطعهم مبينه يعني واحد ما يحتاج يحكي كلش تعدوا حدودهم حرفيا من كل النواحي. والتفاخر اللي عندهم اللي ما له طعم حرفيا، هذا اللي يشوف لنا سيارته وذاك اللي يشوف لنا بيته وما ادري شنو، واحنا قاعدين نضيع اوقاتنا على تفاهات وهم قاعدين يستفادون فلوس من وراها. فهواية ناس خصوصا المراهقين واطفال يعني قاعدين ينغسل عقلهم بسببهم، وقاعدين يصورون صورة غلط على مفهوم الحياة الواقعي. ف حرفيا محتواهم انا ما قلت انه الكل مثلا يستاهل هذا التهجم، ولكن البعض يستاهل التهجم. انت انشر حياتك، انشر طبيعي، لا يعني تموت نفسك عادي، انشر مقاطع فاني مضحكة اي شيء،
بس مو يعني توصل لدرجة انه انت يعني تتعدى الحد، لدرجة انه انت حتى القضية ما ناشرها او اي قضية عربية اصلا ما فاتحها. ف فهاي الحملة أنا صراحة كلش داعمها، وأنصحكم أنتم تلغون وتبلغون على حساباتهم، لأن تعدوا حدودهم صراحة كلش، وأحسهم كلهم صاروا يعني بلا طعام حرفيا وما ينجرعون وبس والله.